أخرى مرحبا بكم في وراء الحدث. التباحث حول مختلف القضايا التي تهم البلدين والتحديات التي تمس العالم وتبادل وجهات النظر حول الأزمات المختلفة دوليا وإقليميا كانت محور الزيارة التي قام بها وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى العاصمة الروسية موسكو، والاجتماع بنظيره الروسي سيرجي لافروف الذي أبدى ارتياحا كبيرا لتطور العلاقات الروسية السعودية. هذه الإشارة تدل على أن هناك مسارا تتخذه تلك الخطوات، وهناك فوقها شريك جدير بالثقة تسمح مكانته بالأمل في توسع نافذة السلام. تأتي هذه الزيارة عقب زيارة قام بها الأمير فيصل إلى كييف قبل نحو أسبوعين ليبحث فرص إحلال السلام، وهي أول زيارة لمسؤول عربي كبير لأوكرانيا منذ اندلاع الحرب. وبالنظر إلى طبيعة العلاقات الوطيدة والمصالح المشتركة التي تربط بين السعودية وروسيا من جهة، وبينها وبين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، فإن المباحثات يمكن أن تفتح نافذة في جدار الأزمة. كما أن الدور القيادي الذي تلعبه السعودية في ضمان أمن الطاقة العالمية يضعها في موقع المسؤول عن مصالح طرفي العلاقة، المنتجون والمستهلكون في آن معا. السعودية برهنت خلال أزمات مختلفة أنها جديرة بما تتحمل من مسؤوليات، والحرب بين روسيا وأوكرانيا لم تكن لتغير شيئا من أسس مراعاة مصالح كافة الأطراف. وحتى عندما تم فرض العقوبات على صادرات الطاقة الروسية ظلت الأسواق العالمية مستقرة ولم تشهد انحسارا يدفع إلى القلق. إذن فماذا تعني هذه الزيارة بالنسبة لاستقرار أسواق الطاقة العالمية؟ وهل تشير إلى وجود مسار يمكن أن يؤدي إلى وقف الحرب في أوكرانيا؟ وما هي الأسس التي ترتكز عليها علاقات الشراكة بين السعودية وبين أطراف النزاع في أوكرانيا؟ أكدنا حرصنا على التعاون مع السعودية في كل المجالات. موقف السعودية من الأزمة الأوكرانية ليس محدودا بتبادل الأسرى، ولكننا لم نلمس من الجانب الأوكراني رغبة في السعي نحو حوار جدي للتوصل لاتفاق، حيث لا زال الغرب يكرر أنه يريد هزيمة روسيا استراتيجيا في أرض المعركة ويمنع زيلينسكي من التفاوض. كنا قريبين من الاتفاق على منطقة عازلة في زاباروجيا، إلا أن كييف تقدمت بشروط تعجيزية منعت هذا الاتفاق من المضي قدما. وقد ناقشت مع معاليه الأزمة الروسية الأوكرانية، وأكدت على موقف المملكة الداعم لكافة المساعي الإقليمية والدولية لإيجاد حل سياسي للأزمة، ولكل ما من شأنه تخفيف التوتر وتخفيف المعاناة التي طالت الجميع بسبب تداعيات هذه الأزمة، خاصة الدول النامية والأقل نموا. كما أكدت لمعاليه استعداد المملكة لبذل كافة الجهود للوساطة بين الأطراف. كما بحثنا عدة من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدنا على أهمية الحفاظ على حوار منتظم ورفع مستوى التنسيق بين بلدينا في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار. كما أكدت لمعالي أهمية التنسيق الوثيق بين المملكة وروسيا في أسواق الطاقة، والتزام المملكة الثابت باتفاق أوبك بلس، والعمل على ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية بما يخدم مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد السواء. كما جددت حرص المملكة على تعزيز علاقاتها مع روسيا الاتحادية وتوثيقها بكافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. أرحب بضيفي من الرياض سعد عبد الله الحامد الكاتب والباحث السياسي، ومن موسكو دكتور ألكسندر جورونوف أستاذ العلوم السياسية بمعهد موسكو للعلاقات الدولية. أبدأ معك دكتور ألكسندر. إذن الرياض أكدت استعدادها للوساطة بين موسكو وكييف، قالت بأنها جاهزة لتسهيل الحوار بين البلدين، وبالتالي كيف يمكن الحديث عن هذه الوساطة؟ برأيك ما الذي يمكن أن تقدمه أو ينتج عنها؟ طيب، يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع دكتور ألكسندر. طيب،
سيد سعد، أنتقل إليك. نتحدث عن هذه الزيارة، أهميتها، ملفات عديدة طرحت خلال هذه الزيارة، على رأسها موضوع الحرب في أوكرانيا. برأيك كيف يمكن للوساطة السعودية أن تلعب دورا في وضع حد أو نقطة حاسمة لهذا الصراع؟ أهلا وسهلا فيك وفي المشاهدين الكرام. مما لا شك فيه بأن يعني زيارة وزير الخارجية السعودي إلى روسيا تعني أشياء كثيرة. رأينا بأن هنالك حراكا دبلوماسيا كبيرا في الفترة الماضية من قبل وزير الخارجية، يعني يعني وضع قواسم مشتركة. رأينا زيارته لأوكرانيا، الدعم الإنساني الذي حاولت المملكة أن يعني تعبر عنه من خلال ما قدمته للشعب الأوكراني. الآن العلاقة، طبعا روسيا تعتبر حليف استراتيجي للمملكة، هناك علاقات تجارية اقتصادية، يعني حجم التبادل التجاري وصل بين المملكة قبل سنة وروسيا إلى 1.7 مليار دولار، وحجم الصادرات إلى 81 مليون دولار. هناك جوانب اقتصادية سياسية. لا شك بأن يعني وزير الخارجية ألمح إلى أن هنالك يعني رغبة باستقرار أسعار الطاقة، أن يكون هنالك رؤية موحدة مع روسيا، أن تكون هنالك مبادرة، يعني مبادرات أو وساطات تستطيع المملكة أن تقدمها انطلاقا من يعني وضعها القيادي الريادي. يعني رأينا بأن المملكة العربية السعودية يعني أشارت في كثير من المواقف إلى هذا الشيء، ورأينا يعني المبادرة التي قدمتها المملكة العربية السعودية من خلال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا. المملكة تنشد السلام، ترغب بأن يكون هنالك حلا سلميا لهذه الأزمة التي طالت العديد من الدول في العالم، ويعني مست بشكل أكبر الدول النامية ودولنا العربية، يعني من خلال أزمة الحبوب، ورأينا أزمة سلاسل إمدادات الغذاء. الآن لابد أن يكون هنالك رؤى مشتركة بين المملكة العربية السعودية وروسيا حيال عدة قضايا وعدة ملفات، من ضمنها سوريا، من ضمنها التدخل الإيراني في سوريا، التهديدات الإيرانية داخل سوريا، ما تقوم به إيران داخل يعني اليمن، ورأينا إمداد الحوثيين ب يعني الأسلحة. رأينا أيضا تهديد يعني توريد الأسلحة للحوثيين، وتهديد ذلك على أمن الطاقة ويعني أمن منطقة الخليج ككل. وبالتالي فإن وجود تكامل ورؤية مشتركة قد تخلق شيئا من التوافقات التي تفيد في ايضا يعني ان تكون هذه الرؤيه موحده يعني بالنسبه للقضايا الموجوده الان. طبعا سأعود مره اخرى الى الطاقه، وان المملكه العربيه السعوديه سنتحدث عن موضوع الطاقة سيد سعد، ولكن يعني أنتقل مرة أخرى إلى موسكو مع دكتور ألكسندر للحديث بداية عن الأزمة في أوكرانيا وهذا الصراع الدائر. دكتور ألكسندر، كيف تقيم حتى الآن جهود الوساطة التي تقوم بها المملكة السعودية، وهي كما نشاهد تلعب دورا أكبر في محاولة منها لإيجاد حل لهذا الصراع؟ أهلا بكم وشكرا على استضافتي في البرنامج. بادئ ذي بدء بكلمتين أود أن أقيم المساهمة الخاصة بالمملكة العربية السعودية، فهي إيجابية جدا. بعد هذه الزيارة من قبل وزير الخارجية السعودي لموسكو، كان هناك مؤتمر صحفي، وكلاهما أكد على أن هناك اهتمام خاص لمنظور تطوير علاقات ثنائية صديقة ودودة جدا على أعلى مستوى، وهناك حوار سياسي على أعلى مستوى. أذكركم بأن السيد بوتين قد التقى بالسيد بن سلمان في يناير، والآن وزير الخارجية يزور موسكو. فيما يتعلق بأوكرانيا، أود القول بأن السعود والدبلوماسية السعودية لديهم مهارة بالغة بشأن هذه الحقائق. قاموا بزيارة لكييف وقالوا بأنهم سوف يقدمون مساعدات إنسانية لكييف.
مما يمنحهم نوعا من العناية الواجبة من قبل الولايات المتحدة، ونحن نساعد الشعب الأوكراني وكجزء من المساعدات الإنسانية المقدمة لهذا البلد. السعودية تقدم لأوكرانيا وهي دولة فاشلة في الوقت الحالي، وهناك أيضا مع روسيا هناك العديد من أوجه التعاون تجاريا وسياسيا. في المؤتمر الصحفي حيث طرح العديد من الصحفيين أسئلة متعلقة بتبادل الأسرى ما بين أوكرانيا وروسيا، حيث تقف السعودية وسيطا في هذه العملية. منذ يومين كان هناك تبادل ل19 من الجنود الروس ممن عادوا إلى وطنهم في مقابل عدد مشابه من الأسرى الأوكرانيين، حيث تم تسليمهم للأوكرانيين. هذه الوساطة كانت من قبل السعودية. حقيقة أن السعودية شاركت كما ذكرت في كل الوسائل الإعلامية الروسية. الشعب الروسي مدرك وعلى علم بأن المملكة العربية السعودية تلعب دور في هذه العملية الإنسانية. نقطة هامة أخرى، الحكومة الروسية دائما تؤكد على أن الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بين موسكو وكييف للوصول إلى اتفاق سياسي. هناك جهود من قبل الدبلوماسية العربية وهي فعالة للغاية، ولكن من سوء الحظ أن السيد زيلينسكي قائد كييف قام بإصدار قانون يقول بأنه من ضد القانون أن يكون لديه أي اتصال مع الكرملين في الوقت الذي يكون فيه بوتين رئيسا لروسيا، وهذا قد يدعم موقف دول الغرب لنظام كييف، وهذا يخلق حالة من الاضطراب للجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية والسياسة الخارجية للسعودية، ولكن نأمل أن يتحقق ما هو أفضل من ذلك. طيب، مرة أخرى أعود إليك سيد سعد. أعتذر منك دكتور ألكسندر حتى فقط أستطيع أن أقسم الوقت بالتساوي. سيد سعد، المملكة تسعى لتطوير علاقاتها مع روسيا، في المقابل روسيا أيضا، على جميع الأصعدة. برأيك هل يمكن تطور أو توثيق هذه العلاقة الثنائية بين البلدين أن تزعج بشكل أو بآخر الغرب أو الولايات المتحدة بالتحديد؟ لا، في الحقيقة أنا يعني أخالفك الرأي. يعني أي دولة لها الحق في أن تقيم علاقات يعني مع أي دولة أخرى وفق ميثاق الأمم المتحدة وبما يكفل مصالحها. المملكة العربية السعودية لديها تقف على مسافة واحدة من روسيا، من الولايات المتحدة، من الصين، ولذلك المملكة العربية السعودية الآن يعني انطلاقا من هذا الدور تقوم الآن بأن تكون وسيط نزيه في هذا الصراع، الحرب الدائرة الآن في بين روسيا وبين أوكرانيا. ولذلك أنا لا أعتقد أبدا بأن هنالك ما يزعج الولايات المتحدة، بل بالعكس، نحن نجد الآن قواسم مشتركة بأن يكون هنالك توافق بين روسيا وبين الولايات المتحدة. المملكة قد تكون لاعب مهم في هذه المرحلة، وخصوصا بأن يعني رأينا بعض التجاذبات من باب سيد يعني سعد بأنه اليوم أمريكا تسعى إلى فرض عزلة كبيرة على روسيا، وبالتالي إلى أي مدى ستكون سعيدة بأن تطور روسيا علاقتها أو علاقاتها مع دول وازنة ذات حضور دولي قوي مثل المملكة العربية السعودية؟ طبعا شراكة المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة هي شراكة استراتيجية، شراكة امتدت إلى 89 عام، شراكة على يعني حليف استراتيجي على عدة أصعدة. هنالك مصالح متبادلة ومشتركة ولا يخل ذا. وأنا أعود كمراقب وأقول بأن لا أتوقع بأن ذلك سيخل بعلاقة المملكة مع الولايات المتحدة. المملكة لها دور قوي ودور إقليمي ودور اقتصادي
ويعني أشدد على هذه النقطة بأن حتى الولايات المتحدة خلال هذا الصراع الآن الحاصل في أوكرانيا بين روسيا وأوكرانيا، حتى يعني رأينا في الفترة السابقة بأن هنالك بعض الديمقراطيين أو المحسوبين على الحزب الديمقراطي شددوا على أن يعني أن يكون هنالك حل، أن يكون هنالك مهادنة بين الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي جو بايدن وبين يعني روسيا. في نعم. هذه الحالة فإن لابد أن يكون هنالك وسطاء، لابد أن يكون هنالك دول تستطيع أن تقريب وجهات النظر، والمملكة العربية السعودية من خلال علاقتها أيضا بأوكرانيا تحاول أن تحقق ذلك، ورأينا أنها يعني تحرص على الجانب الإنساني، يعني تخفيف معاناة الشعب الأوكراني من خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس يعني وزير الخارجية السعودي. وبالتالي ستستمر المملكة على هذا الدور انطلاقا من يعني رسالتها وإيمانها بأن السلام لابد أن يكون له مقابل، وهو أن يكون هنالك جهود بناءة تستطيع أن تحقق هذا السلام المنشود. نعم. تمام. وضحت فكرتك سيد سعد. دكتور ألكسندر، التنسيق كما سمعنا يعني من الوزيرين قائم في شتى المجالات، تم مناقشة مواجهة التحديات الدولية، ملفات عديدة طرحت، وهذا ما أكد عليه أيضا السيد لافروف. ما الذي يمكن أن تقدمه موسكو للسعودية في إطار مثلا الحديث عن التحديات والمخاطر والتهديدات الإيرانية؟ كيف يمكن لموسكو أن تلعب دورا في كبح جماح التعديات الإيرانية؟ أعتقد أن موسكو تحاول أن تلعب دورا هاما في المنطقة. موسكو من الطبيعي أنها كانت نشطة في الشرق الأوسط، والوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا له أهمية خاصة خلال الاجتماع ما بين وزير الخارجية الروسي ووزير خارجية السعودية. من بين الأمور التي نوقشت، وهذه مبادرة روسية مهمة، مفهوم الأمن الجماعي في الخليج العربي. هذا المفهوم بشأن الأمن في الخليج هذه مبادرة روسية قدمتها روسيا منذ حين، وكانت هناك مجموعة من الاجتماعات وتفاهم متزايد بين الأطراف المتنازعة في منطقة الخليج. أيضا من بين القضايا الأخرى الهامة في المنطقة قضية سوريا. ربما تعلمون منذ أقل من يوم، ربما اليوم تحديدا، كان هناك تصويت بالولايات المتحدة في الكونغرس، حيث قاموا بالتصويت على أن يكون هناك 1000 جندي أمريكي لسوريا، ورفض الكونغرس ذلك. بعض أعضاء الكونغرس كانوا يتحدثون عن الجنود الأتراك والروس، حيث تلقى هؤلاء الجنود من روسيا دعوة من قبل الحكومة الشرعية في سوريا، لكن لما يقدم أي طرف دعوة للجنود الأمريكان للمشاركة فكانت مشاركتهم مفروضة. وتركيا هناك انتخابات وشيكة في تركيا، وهناك عدد ضخم من الجنود على الحدود، وبالتالي الولايات المتحدة يمكن أن تؤثر في العملية الانتخابية. أيضا الأمريكيون يتاجرون بالنفط، لأن الجنود عادة يحتلون المناطق الغنية بالنفط. بالأمس واليوم في موسكو وزير الخارجية تحدث عما يسمى محادثات الأستانة ما بين سوريا وتركيا. في هذا النسق كان هناك نجاحات مؤخرا، وأيضا أعتقد أن هناك تأثير لروسيا على الوضع الإيجابي، لأن موسكو
دائما كانت تدعم حل تمام. وتسوية النزاعات. وضحت هذه الفكرة سيد سعد. برأيك اليوم كيف يمكن أن ننظر إلى العلاقات الإيرانية الروسية؟ وكما قلت أنه يعني الأمم المتحدة تكفل أن توثق أي دولة علاقتها بأي دولة أخرى، ولكن هل يمكن لهذه العلاقة اليوم القوية بين السعودية وروسيا أن ينتج عنها ما يشبه بكبح جماح إيران، الوصول إلى تسوية ربما بين دول الخليج بالتحديد وبين إيران، وحضها على وقف تدخلاتها في الشؤون العربية؟ سؤال جيد. يعني فعلا المملكة العربية السعودية تحاول من خلال أيضا علاقاتها مع روسيا أن يكون، بما أن هناك علاقات قوية مع الجانب الإيراني، أن يكون هنالك تدخل من قبل الروس بالضغط بشكل أكبر على إيران لكبح تدخلاتها في اليمن، لكبح تدخلاتها في سوريا، لتهديدها لأمن المنطقة. وأنا باعتقادي أن الروس لديهم القدرة بالضغط على الإيرانيين بحكم العلاقات المتأصلة، وكذلك الجانب الصيني كذلك. ولذلك في المملكة تحاول أن توازن بين علاقاتها بين علاقاتها مع روسيا في هذا الجانب، وأن يكون هنالك جهود مثمرة في هذا الجانب ليعود على المنطقة ودول الخليج وأمن يعني المنطقة ولكن بشكل هنا إيجابي. فقط اسمح لي على المداخلة سيد سعد، لا ننسى بأنه قدمت روسيا لإيران أنظمة دفاع جوي روسية متقدمة. اليوم في المقابل موسكو تستخدم طائرات مسيرة حصلت عليها أيضا من إيران. كيف ترى تداعيات هذه العلاقة العميقة بين موسكو وطهران على أمن الخليج وعلى الأمن الدولي بشكل عام؟ أنا قلت لك يا أختي بأن السياسة مصالح. روسيا الآن تحاول أن تستفيد من علاقاتها مع إيران في هذا الجانب. يعني رأينا بأن هنالك يعني توريد للصواريخ البالستية أو المسيرات لاستخدامها في الحرب الأوكرانية، وهو جانب يخص روسيا. هي من يقوم باستخدام علاقاتها بالشكل الذي يناسبها، ولكن المملكة العربية السعودية تستطيع من خلال ثقلها وعلاقاتها مع روسيا أن يكون هنالك يعني ضغط أكثر على إيران في الفترة المقبلة. وأنا باعتقادي بأن إيران في الفترة المقبلة بسبب الضغوط التي تواجهها، يعني رأينا بأن الآن أوروبا حضرت يعني الاتحاد الأوروبي حضر الحرس الثوري وجعلهم في قوائم الإرهاب. رأينا بأن أيضا واشنطن الآن تحاول أن تحشد زخما أكبر ضد إيران، وخصوصا بعد يعني أن إيران الآن على أعتاب الحصول على الوصول إلى القنبلة الذرية، ولإيجاد اتفاق لإحياء وعودة الاتفاق النووي الإيراني من جديد. وبالتالي فإن كل هذه الضغوطات الآن تمثل هاجس أيضا على إيران. إيران الآن تعاني من الداخل اقتصاديا، لديها العديد من المشاكل، لديها العديد من الضغوطات الشعبية، ونرى يوميا المظاهرات التي تحصل داخل إيران، إضافة إلى يعني تآكل النظام نفس نظام إيران. طيب. تمام، يعني وضحت وجود فكرتك. ضغوط أكبر من المجتمع الدولي على إيران هو جانب مهم الآن لكف وجماح يعني هذه المسيرات وهذا التهديد طيب، والتدخل بالحديث عن الدور العربية. عفوا، بالحديث عن الدور الروسي أنتقل إليك دكتور ألكسندر. شاهدنا موسكو تلعب دور الضاغط أو في أحيان كثيرة الدور الوسيط بين أنظمة عديدة من ضمنها حكومة دمشق، وأنقرة حاولت تطبيع العلاقات بين البلدين ولعب دور دبلوماسي. هل يمكن لموسكو أن تلعب نفس الدور بين مثلا المملكة وبين إيران، أن تحاول أن تقرب وجهات النظر بشكل أكبر؟ أعتقد أن موسكو بالتأكيد يمكن أن تلعب دورا هاما، وهي بالفعل تلعب دورا. أنت محقة تماما. هذا يمكن أن يكون أكثر أهمية مما كان عليه الوضع من سنوات، وأخبركم لماذا. لأن موسكو في وضعية فريدة من نوعها، حيث لديها
علاقات قوية وصديقة وبناءة مع إيران ومع السعودية. ومن ناحية أخرى موسكو لديها علاقات جيدة مع الكثير بشأن التجارة التي تجري حاليا بين موسكو وتركيا، وتركيا من الأطراف الهامة في المنطقة، والفضل يعود إلى السيد أردوغان، وهو نشط جدا على الصعيد الدولي والسياسة الخارجية في المنطقة. ولكن علينا أن نأخذ في الاعتبار بأن المعلومات التي تأتي من أنقرة، الانتخابات في تركيا المقرر انعقادها في وقتها في مايو، في بداية شهر مايو، بالطبع هذا يضع السيد أردوغان في وضعية صعبة جدا. الزلزال الذي قد استهلك المليارات من الدولارات من الاقتصاد التركي، آلاف وآلاف لقوا حتفهم من جراء هذه الأزمة، وهذه وضعية صعبة. طيب سيد سعد، أيضا الوزيران أكدا على أن الاستقرار بالشرق الأوسط لن يتم دون التوصل إلى حل القضية الفلسطينية. هناك مواقف كثيرة متشابهة في هذا الملف بين البلدين، وبالتالي ما الذي يمكن أن نأمله من هذه المواقف الثنائية؟ دوما المسؤولين السعوديين يشددون يا أختي على أن الحل يعني أن يكون هنالك حل عادل للقضية الفلسطينية، أن يكون هنالك يعني الالتزام بالمبادرة العربية لإحلال السلام، أن يكون هنالك دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، عودة اللاجئين إلى حدود 1967. المملكة ملتزمة بهذا الشيء. في الوقت الحاضر أنا باعتقادي بأن روسيا قد تكون علاقاتها نوعا ما، يعني رأينا خلال الفترة الماضية بأن هنالك شيء من يعني التشوش أو عدم الوضوح بالنسبة للعلاقات الروسية الإسرائيلية. ولكن مما لا شك فيه بأن موقف المملكة موحد، وموقف ورؤية روسيا أيضا موحدة، وأي جانب وأي جهود تستطيع روسيا والمملكة العربية السعودية أن تبذلها ويعني يسعيان إليها لتحقيق هذا الحل والمطلب لهذا الشعب الفلسطيني، فلن يعني يتوقف. يعني المساعي لا زالت مستمرة، وهنالك جهود أممية، والعديد من الأطراف تحاول أن توجد حلا لهذه القضية، يعني لأنها القضية الأولى بالنسبة يعني العرب والمسلمين. يعني شكرا جزيلا لك من الرياض سعد عبد الله الحامد، الكاتب والباحث السياسي. الشكر ايضا لضيفنا من موسكو دكتور الكسندر جرونوف، استاذ العلوم السياسيه بمعهد موسكو للعلاقات الدوليه. مستمرون معكم في برنامج وراء الحدث، وتتابعونا بعد الفاصل. وزير الدفاع الامريكي في تل ابيب وسط تزايد حاله الاحتقان وتصاعد الاعتداءات الاسرائيليه على الفلسطينيين، وهل تنجح زيارة أوستن في تهدئة الأوضاع المشتعلة، أم أن إيران تبقى هي الأولوية لدى واشنطن وتل أبيب؟